مرحبا أصدقاء حالمة وصفة اليوم عبارة عن كيكة بقلاوة تجمع بين الكيكة والبقلاوة طرية ومقرمشة في نفس الوقت. يلا نبدأ. نجهز المكونات. أول شي نحتاج بيضتين، نضيف نص كوب سكر، ونخلط المكونات لمدة دقيقة. ثم نضيف نصف كوب زيت نباتي، ونخلط المكونات مرة ثانية. راح نضيف 170 جرام زبادي، نخلط المكونات السائلة، ونضيف عليها ربع كوب فستق حلبي مجروش. راح أضيف كوب دقيق بالتدريج، رشة ملح ورشة فانيليا وملعقة كبيرة باكينج باودر. وهنا أضفت باقي كمية الدقيق. وهذه قوام الكيكة. راح نحتاج قالب كيك وندهنه بزيت ورشة دقيق، ثم نضيف خليط الكيك. استخدمت عجينة جلاش أو عجينة بقراوة ودهنتها بسمنة، أو ممكن تستبدلونها بزبدة، وقصصتها بطريقة عشوائية. والحين نضيفها فوق الكيكة مباشرة. راح أدخلها الفرن درجة حرارة 170 لمدة 30 إلى 35 دقيقة، ورشيت من فوق فستق حلبي نسيت أصورها. راح نجهز الشيرة، عبارة عن نص كوب سكر ونص كوب ماء وملعقة صغيرة عسل وحبتين هيل وزعفران. وهذه شكلها بعد ما استوت. والآن نضيف الشيرة والكيكة تكون ساخنة والشيرة تكون باردة أو دافية. وهذا شكلها بعد ما قطعتها. شوفوا جمال المنظر واللون. سمعوا صوت القرمشة. طعمها لذيذ وشعور مختلف. إنها كيكة في نفس الوقت مقرمشة، وطعم البقلاوة جدا لذيذة. وحبيت الوصفة تكون شيء جديد ومختلف. لما تكونوا محتارين بين البقلاوة وكيكة، جربوا هذه الوصفة لتجمع الاثنين. وبس، مع السلامة.